الشروق والمعدان أصلهم ليس عرب وليس من العرب، وهم بالأصل هنود. جابهم الحجاج الثقفي حاكم العراق بزمن الخلافة الأموية. أصحاب هذا الكلام عندهم هذه الرؤية. أولا، هو صحيح محمد بن القاسم الثقفي دخل بلاد السند وأرسل مجموعة كبيرة من الزط من تلك المناطق من بلاد الهند، جماعة قومية، مجموعة من البشر يعرفون بالزط، هؤلاء يمتهنون تربية الجواميس، وبالفعل أرسلهم إلى العراق إلى الحجاج الثقفي. الحجاج الثقفي مجموعة من عندهم استقرت في الأهوار لتربية الجاموس، ومجموعة من عندهم أرسلهم إلى شمال بلاد الشام أيضا استقروا هناك. لكن هو بالحقيقة هل هم من جلبوا الجاموس للعراق أم هم جاهم كخدم أصلا مع الفلاحين العرب أو العراقيين، القوميات العراقية الموجودة اللي مو عرب مستقرين بالأهوار؟ الجاموس يعني كحيوان هو موجود ما قبل الحجاج الثقفي ب3000 سنة، يعني موجود بالنقوش البابلية والأكدية موجودة الجواميس، يعني كحيوان هو موجود بالعراق قبل 3000 سنة بالأهوار. فأكيد العراق ما يحتاج شخص يجي من بلاد السند والهند حتى يعلمه كيف يربي الجاموس. وصلت الفكرة؟ إنما هذا جيء بهم لأن هم أصلا هناك عندهم جواميس، فجابهم حتى ينمي هذه الثروة الحيوانية الموجودة. أول ذكر للزط بالعصر الإسلامي هو في عصر الخليفة أبو بكر الصديق عندما حدثت حروب الردة. أول ذكر لهم أنهم ارتدوا أو حاربوا المسلمين في البحرين والهج القطيف وهذه المناطق، يعني في الجزيرة العربية وليس في العراق، هم موجودين أصلا. ثانيا، يذكر ابن الأثير بأنه عندما حاصر أبو موسى الأشعري بلاد السوس اللي هي جنوب بلاد فارس الآن، يعني جنوب إيران الحالية، عندما حاصرها وجد بها الكثير من جيش تعداده كبير جدا من جيش الفرس، من الجيش الفارسي، يقوده أحد الأشخاص من الأساورة، والأساورة هم مجموعة من الزط وغيرهم، يعني هؤلاء نفسهم الزط اللي جابهم، يذكر أن الحجاج جابهم، لا هم موجودين بالجيش الفارسي أصلا يعني. فهؤلاء قائد الأساورة انعجب بالجيش الإسلامي وخاف من عنده هو بالأحرى، لكن ابن الأثير يقول تعجب وانعجب بهم وأعجبوه بقوتهم وصلابتهم، لكن هو خاف، فقال أنا أسلم لكن على شروط، منها أنه أنا أختار أي مكان أستقر به بالبصرة. يعني هو والجيش اللي يصل تعداده إلى 3000 شخص، وكلهم طبعا من الزوط وغيرهم. أيضا أنه أنا ما أتدخل بأي حرب تحدث بين المسلمين. إنسان ذكي، رغم أنه كانت في بدايتها ماكو حرب بين المسلمين، لا توجد حرب بين المسلمين، لكن هو كان يتوقع تحدث حرب بين المسلمين. السبب الغنائم. هؤلاء الزوط بعد أن فتحوا تستر اللي هي جنوب بلاد إيران الحالية وهذه، رجعوا إلى البصرة وقرروا أنهم يستقرون بها، لكن قالوا إحنا قالوا لهم العرب أنه أنتم لازم تكونون حلفاء للقبائل العربية، لأن معروف هذا الأمر، اللي مو عربي يقول أنا حليف لكذا قبيلة حتى الناس تزيد من مكانته ويكون له حليف حتى ما حد يعتدى عليه. فهم قالوا منو أي عشيرة أقرب لرسول الله موجودة في البصرة؟ قالوا ما موجودين، يعني العشائر القريبة جدا من الرسول إلا تميم، لأن الأزد رفضت، فهم تحالفوا مع تميم، يعني اعتبروهم على بني تميم، مع احترامنا لأن قبيلة كبيرة ومن أكبر القبائل الموجودة، فإذا غضبت تميم حسبت الناس كلهم غضابة تميم بعد. فهم تحالفوا مع تميم حتى الناس العرب تهابهم، وأكيد بمرور الأيام هم أصبحوا بني تميم، يعني جزء من بني تميم. هذا جانب ثاني. هذا الكلام بزمن الخليفة عمر بن الخطاب، ثم تختفي أخبارهم تقريبا حتى حدوث ما يعرف بالفتنة الكبرى ومعركة الجمل، ثم تختفي أخبارهم تقريبا حتى عصر الحجاج الثقفي. بعد 70 سنة من هذا الكلام اللي أنا حكيته، تصل هذه الرواية المنتشرة الآن بين الناس بأنه الشروق هم الزط، وجلبهم الحجاج الثقفي عن طريق محمد بن القاسم الثقفي فاتح بلاد السند والهند. وهاي الرواية تحدثت بها بالأول دقيقة بالفيديو. طبعا محمد بن القاسم الثقفي عندي حلقة عنه موجودة بالقناة هنا بالتيك توك وأيضا باليوتيوب بشكل أكبر، وكيف نهايته وكيف احتل
وتوسع داخل أراضي الهند. فإنسان عجيب عمره 18 سنة ما قام به عجزت عنه القادة للعصر الحديث. تقدرون تشوفوها، موجود رابط اليوتيوب بقناتي بالتيك توك هنا. المهم، فاتصل لنا هذه الرواية بأنه أرسلهم وكذا واستقروا. إذن هم أصلا موجودين مستقرين، وأيضا هم ممكن بهذه 50 سنة اللي غفلها التاريخ أو الآن اللي يغفلها هذه الناس، هم تزوجوا مع العرب وتناسبوا مع العرب واندمجوا مع العرب. فإذا أنت يعني لا تنسب هذا. ونكمل أنه محمد بن القاسم الثقفي أرسل ناس، هؤلاء اللي أرسلهم المجموعة هم مجرد رعاة. تذكر الكتب التالية أنه هم رعاة للجواميس، يعني شافهم ببلاد السند أنهم رعاة للجاموس، فهو يريدون رعاة للجاموس أكثر في الأهوار العراقية، البطائح اللي يسموها البطائح. فأرسل 4000 عائلة، ويقال 4000 شخص استقروا في جنوب العراق مع القبائل العراقية الموجودة هناك أو العربية اللي جتي، واستقروا بها لأن الجاموس موجود حتى ينمون هذه الثروة الحيوانية. بمرور الأيام تبقى كتب التاريخ تخفل إلى العصر العباسي، يعني بعد الحجاج الثقفي ب150 سنة تظهر لنا ثورة كبيرة جدا اللي هي ثورة الزوط بعصر المأمون العباسي. هؤلاء الزوط قاموا بثورة في العصر العباسي وسيطروا على جنوب العراق كله، والأهواز اللي هي المحمرة وغيرها اللي هي عربستان جنوب إيران، قطعوا الطرق، منعوا التجارة، ثورة عارمة على المأمون العباسي. هؤلاء الزوط أرسل لهم أكثر من شخص الخليفة المأمون لكن فشل. يعني بدأت ثورتهم بحدود سنة 200 للهجرة، لكن إلى سنة 218 للهجرة الخليفة المأمون يرسل لهم أكثر من قائد يعني عسكري مع الجيش، ويفشل في قمع هذه الثورة اللي هي ثورة الزوط جنوب العراق. الشروق اللي احنا سنقول عليهم شروق، نشوف هذا الكلام صحيح. إلى هذا الوقت والمأمون فشل، توفى المأمون سنة 218. صعد الخليفة المعتصم العباسي، والمعتصم قائد عسكري معروف، فقرر تعيين شخص عسكري قوي اللي هو أصلا من الزوط، أصلا من بلاد السند. قاد جيش وتوجه إلهم وحاصرهم وخاض أكثر من معركة إلى أن حصرهم داخل الأهوار وقطع عنهم الماء مثل ما فعل صدام بالثمانينات أو التسعينات جنوب العراق، وسيطر عليهم واستسلموا. وبالفعل جمعهم كلهم، وكان عددهم يصل إلى 28 ألف شخص، يعني تكاثروا أكيد من 4000 إلى وصلوا إلى 28 ألف شخص، 30 ألف شخص تقريبا. فجمعهم وارسل رسالة إلى الخليفة المعتصم العباسي بحدود سنة 221 للهجرة. المعتصم قال له كلهم تجمعهم هم وعوائلهم وأطفالهم وتقتلع جذورهم من الأهوار، ما تبقيهم بعد، وتجلبهم إلى بغداد وتستعرض بهم كيف هذه الثورة اللي مدتها 20 سنة ما حد قدر يقمعها، أنا قمعتها، يريد يبين انتصاره. فجلبهم وصعد بهم إلى بغداد، ودخل بغداد، وبداية الموكب في بداية بغداد، والناس تعجبت منهم. بعد هذا الاستعراض أخذهم هذه 28 ألف شخص أو 28 ألف عائلة، وصعد بهم إلى خانقين. ومن خانقين، هذا كتب ابن الأثير، الطبري، كل كتب التاريخ تذكر هذا الكلام. يعني يقول بعد أن اقتلع جذورهم من الأهوار، البطائح يسموها، صعد إلى بغداد، ومن بغداد إلى خانقين، ومن خانقين صعد أرسلهم إلى عين زربة. عين زربة هذه مدينة الآن تقع في أظن تركيا، يعني بتركيا الآن. أرسلهم هاي إلى منطقة هاي يسموها منطقة الثغور، يعني هاي مناطق حدودية تسمى الثغور. يقول فبعد 20 سنة من زمن المتوكل سنة 241 من تصعد بالأخبار في كتب ابن الأثير والطبري وغيره، هجم عليهم الجيش الروماني البيزنطي، يهاجم البلاد الإسلامية كانت هاي معروفة. يقول فأباد هؤلاء كلهم في عين زربة، ومن بقي منهم أخذهم أسرى هم ونسائهم إلى أوروبا. فإذن هنا لم يبقى أحد منهم في الأهوار. هذا كتب التاريخ تذكر بهذا الحرب. طيب المعدان منه؟ تابعوني بحلقة جديدة وانتظروني وتابعوا حسابي.